اهلا بكم. ماتش الاهلي وغزل المحله، الدور الثالث دوري نايل موسم 25/26. ماتش بعنوان مش هتعدي، كان اللي قبلك عدى. النادي الاهلي النهارده فقد نقطتين للمره الثانيه، وده بسبب اول حاجه قله التركيز والدقه في انهاء الهجمات. الاهلي راح النهارده لمرمى غزل المحله في حدود 18 هجمه، منهم كورتين في العارضه وكورتين في ايد الحارس، وباقي الكور بره المرمى. في ناس هتقول ان التوفيق ما كانش مع الاهلي، لان الاهلي عمل كل حاجه في الماتش، عرضيات وسرعه وكور بتتشاط وكل حاجه. طيب تمام، التوفيق في الكورتين بس اللي جم في العارضه، ده من وجهه نظري. لكن الباقي ده قله دقه، قله تركيز. هنرجع تاني ندور على اسباب نعلق عليها مشاكل الهزيمه او مشاكل التعادل. السبب الثاني برمضان النهارده كان بطيء شويه، ويمكن ده بسبب ان الديفندر بتاع غزل المحله توريه كان قافل عليه شويه اللعب. لعيب قوي جدا في الالتحامات، عنيف، بيقدر يستخلص الكوره من برمضان، قفل مفتاح من مفاتيح لعب النادي الاهلي. ثالث سبب، الاهلي لحد دلوقتي مش عارف يتعامل مع اللو بلوك والميد بلوك. يعني ايه؟ يعني اي فرقه بتلعب الاهلي بتعمل حاجه من الاثنين: يا اما بتاخر الدفاعات كلها ويرجعوا كلهم ورا الكوره، 10 لعيبه ورا الكوره، يا اما بتقدم الدفاع شويه لنص الملعب وبرضه ال10 لعيبه ورا الكوره. ده حصل في ماتش مودرن، والنهارده حصل في ماتش غزل المحله. رابع سبب، قوه فريق غزل المحله والتمركز الصحيح والتحرك كتله واحده. قفلوا مساحات، قفلوا الخطوط، ما بقاش فيه امكانيه انك انت تاخد راحتك في نقل الكوره او انك تعدي بيها. الكوره على طول كانت رايحه جايه تتقطع. الاهلي هاجم، فريق المحله يقطع الكوره يطلعها، يا اما يطلعها غلط يا اما يضغط النادي الاهلي تاني عشان يعرف يستخلص الكوره في 5 ثواني 10 ثواني بالكتير، وترجع الكره دي في التلت الدفاعي لغزل المحله. طيب السبب الخامس، الضغط المستمر للاعيبه النادي الاهلي طوال 60 دقيقه. طوال 60 دقيقه النادي الاهلي موجود في التلت الدفاعي لنادي غزل المحله، ضاغط الملعب، سرعات، قوه، استخلاص كوره، جري. على الرغم ان الطريقه دي مفروض الضغط، المشكله ان الضغط غير موجه. يعني الضغط اللي كان بيحصل، اعتقد ان من رؤيتي للماتش انه كان ضغط عشوائي، ما كانش ضغط بيوجه الكوره لاتجاه معين اللي هو نقطه ضعف غزل المحله عشان يستخلص الكوره ويعمل هجمه مرتده سريعه تنهي بهدف. الاسلوب ده مفروض انه بيريح الفرقه مش يتعبها. ليه؟ بيخلي الفرقه تلعب في 30 يارده 40 يارده، ما بيخليش الفرقه تلعب بطول الملعب. فانت مفروض بدنيا تستحمل الاسلوب ده فتره طويله. لكن انا لاحظته ان لحد الدقيقه 60 بعض اللعيبه بدات تتعب وبدا يطلع منها ميس باس. السبب السادس، تغييرات اللعيبه اللي نزلت ما كانتش بنفس مستوى اللعيبه اللي طلعت. سؤالي النهارده لمحللي اداء النادي الاهلي: انتوا شفتوا ماتشات غزل المحله الاخيره، اخر 4 ماتشات او اخر 6 ماتشات؟ هنقول اخر 4 ماتشات او اخر 3 ماتشات. انت رايح لغزل المحله وهو 3 تعادلات، ما دخلش اهداف وما دخلش فيه اهداف. يعني بلوك، يعني اكيد في حلول. ما هو انا لما افضل ماسك الكوره وضاغط فرقه قدامي مش عارف اخرجها من منطقه ال18، طب ما سايب لها كوره. يعني ممكن اسيب لها كوره تمسك هي الكوره شويه وارجع انا شويه لنص ملعب، افضي مساحات ورا الدفاعات بتاعته. ما هو ده طبيعي، ما انت لما هتديله الكوره هيبدا يهاجم، مش اكيد مش هياخد الكوره ويبصيها لك تاني.
يمكن. سؤال المدرب الاهلي: ليه بتواجه مشاكل في الفرق اللي بتلعب قصادك لو بلوك او دفاع متاخر وميد بلوك دفاع نص ملعب؟ كمان كابتن طاهر، كابتن عمر كمال، كابتن حسين الشحات، المفروض ان في فرص بتتاح انك انت تلعب وتستمر في الفريق، لان المنافسه قويه، مراكزكو كلها ناس تانية، لعيبه تانية، فاللي هياخد فرصه هيفضل في الملعب. في عدم جاهزيه مثلا، وارد. شابول توريه قدر يوقف قوه محمد بن رمضان نتيجه الالتحامات القويه. هو جسمانه قوي طويل، اي التحام، اي واحد على واحد بيقدر يعني يستحوذ على الكوره او يقطعها بفاول او بقطع كوره مباشر. وقف بن رمضان، وبعد ما بن رمضان طلع تحول على زيزو. شابول جريندو لاعب غزل المحله، الفرقه كلها بتدور عليه عشان تديله الكوره. لعيب عنده حلول، مهاري، قوي، بيقطع حلو قوي بين خطوط الفرقه المنافسه.